السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض مربى الجوافة. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ النهاردة في الفيديو بتاعنا هنعرف أسرار نجاح المربى معانا، وازاي ما تسكرش، وازاي يبقى قوامها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده زي اللي بنشتريها بالظبط جاهزة، وازاي نخزنها من السنة للسنة وما تبصش معانا ولا يحصل لها أي حاجة. تابعوني وشوفوا طريقتي في المربى واعرفوا أسرار المربى بالفيديو ده. انا معايا جوافة هنا جايباها ومقطعها انصاف وشايلة البذر منها. الجوافة لازم تكون حية شوية، الايام دي الجوافة ناشفة وخضرة فيها سنة خضار، هي دي اللي بتنفع للمربى. انا قطعت الجوافة مكعبات صغيرة، وبعدين هضيف عليها عود قرفة خشب مكسراه وشوية قرنفل ونص كيلو سكر. طبعا انا وزن الجوافة دي بعد ما قطعتها وخليتها من البذر كيلو، يعني هي كيلو بعد ما اتخلت من البذر. بحط له نص كيلو سكر، هقلب كويس وهسيبهم من ساعة لساعتين. ده بعد ما سبتها ساعتين. شايفين نزلت مية ازاي من نفسها، ولا حطت لها اي سوائل، هي بتنزل المية اللي هتستوي فيها زي ما انتوا شايفين كده. شايفين المية اللي نزلتها؟ دايما لما تعملي مربى يبقى الحلة اللي انت حاطة فيها المربى واصلة لنصها او اقل شوية، ممكن تلتها، علشان لما المربى بتتحط على النار وبتغلي بتعمل فوران عشان ما توقعش على البوتاجاز ويبهدلك الدنيا، لان السكر لما بيقع على البوتاجاز ويتحرق بيبقى صعب قوي ان انت تنضفيه. شايفين اول ما غليت معايا عملت ازاي؟ اول ما تغلي معايا بالشكل ده هفضل اقلب فيها وهدي النار شوية، يعني هخليها وسط. دايما لنجاح المربى النار تبقى عالية معاكي، ما تبقاش النار هادية ابدا ابدا ابدا. هو انت بتتعبي في ان انت بتقلبي باستمرار علشان المربى ما تتحرقش منك، بس بتشوفي النتيجة بتبقى كويسة جدا. بعد ما السكر داب واتأكدت انه داب كويس جدا وما عادش له اي اثر، بحط عليها عصير الليمون، بحط عصير ليمونة على الكيلو. طيب انا عايزة احفظ المربى وما تسكرش معايا، هعمل ايه؟ مادة الحفظ بتاعتي هتكون عبارة عن نص معلقة صغيرة ملح ليمون. انت ممكن ما تحطيش الليمون، بس انا طبعا بفضل الليمون لانه حاجة طبيعية وبجد بيديها طعم حلو وريحة حلوة. طبعا حبايبي اللي بيشوفوا فيديوهاتي وبيعجبهم وصفاتي، يا ريت ما تنسونيش باللايك والشير وتشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. انا بفضل اقلب في المربى زي ما انتوا شايفين كده. مش عايزة اقول لكم بقى ريحة القرفة والقرنفل في البيت قلب الدنيا. مربى الجوافة بتبقى جميلة، وعلشان المربى تفضل قطع معاكي وما تتهريش لازم النار تبقى عالية معاكي كده. نص معلقة ملح الليمون مش هتخلي المربى تسكر ابدا معاكي، وهتفضل من السنة للسنة ومش هيحصل لها اي حاجة، حتى لو انت حطيتيها في ضلفة الخزين وما حفظتيهاش في التلاجة. جربي طريقتي وجربي التكات اللي انا قلتلك عليها. اول حاجة كمان من ضمن نجاح المربى معاكي ان انتي لازم تقلبي بمعلقة خشب. شايفين انا كل شوية بقى ببدأ اختبر سواها بعد ما تضيفي الليمون وملح الليمون. كل شوية تختبري السوا بتاع المربى. بختبره ازاي؟ طبعا القوام بتاعها بيتقل. شايفين انا كل شوية برفع بالمعلقة كده اهي بدأت تنقط معايا، مش خط متواصل. لما يبقى معاكي الشربات خط متواصل كده تعرفي ان هو لسه ما استواش. شايفين هي بدأت تغلي وكلها. انا ما بشيلش الريم الا في الاخر خالص، بس علشان الحلة بتاعتي نظيفة وناشفة والجوافة بتاعتي غسلها كويس ومفيش عندي اي حاجة مش نظيفة، فما بلاقيش اي ريم على المربى. هتشوفوا معايا لاخر حاجة. انا بقى دلوقتي بعمل ايه؟ هتحطي طبق صيني في التلاجة وتسيبيه شوية وانت بتعملي المربى، وبعدين هاخد معلقة كده من المربى واحطها على الطبق الصيني اللي هو ساقع. شايفين الساقع بقى ليه؟ عشان المربى تقفش معاكي على طول، ما تنتظريش. يعني انا دلوقتي هديت النار على المربى لغاية اما اختبر سواها. شايفين هي لسه محتاجة غلوتين معايا. شايفين القوام اللي وصلت له ده؟ لسه محتاجة غلوتين معايا. هسيبها وانا مهديه النار كده، هقلب فيها شويه.
زي ما انتوا شايفين المربى بتاعتي لسه محتفظة بالقطع زي ما هي. الجوافة ما اتهرتش معايا. ليه بقى؟ لان الثمار بتاعتي ناضجة وكويسة. مش طرية. ما تجيبيش جوافة طرية ابدا تعملي بيها المربى. لازم تكون ناشفة. ودلوقتي الجو برد والجوافة بدأت تنشف ولونها اخضر كده، فهي دي اللي هتنفع معاكي في المربى. شايفين هي بتغلي كده. دي الرغاوي اللي بتطلع دي علشان السكر والليمون بدأ يعمل زي الشربات كده ويتقل شوية. لكن ما عنديش رغاوي ولا اي حاجات سودة. الحلة بتاعتي بيضة اهي، مفيش رغاوي سودة ولا غامقة ان انا اشيلها. شايفين كمان القرفة والقرنفل بيدوا لون ليها جميل قوي، وطعم وريحة بجد بتبقى حلوة جدا. جربي وهاتي. الكيلو وربع بيصفى معاكي على كيلو جوافي بعد ما تخليه من البذر. يعني لو جبت كيلو وربع هتخليها وتقطعيها مكعبات وتعمليها زي كده، هتعمل معاكي برطمان كيلو. مش هتكلفك حاجة طبعا. السكر موجود عندك في البيت، وكيلو وربع الجوافة ب10 جنيه، وشوية قرنفل وقرفة من البيت. يعني ما كلفكيش البرطمان 10 جنيه اللي انت بتشتريه من بره ب30 جنيه. وطبعا اللي بتشتريها من بره ما بيبقاش فيها فاكهة قطع زي دي. دلوقتي هتلاقي المربى كلها فاكهة معاكي، مش شوية مية ورابطين كده زي الجيلي وبطعم الجوافة. وبعدين مفيش مادة حافظة ولا حاجة، وانا واثقة من نظافة حاجتي وحاجة انا عاملاها بايدي. يعني نحاول نقلل من المادة الحافظة في اي حاجة، لان الحاجات دي كلها مضرة. على قد ما هي طعمها حلو، بس على المدى البعيد بتضر الولاد وبتضرنا احنا ككبار. شايفين انا بقى ايه؟ هي طول ما هي بتغلي كده الغلوتين الاخرانيين دول، هفضل اقلب فيها كده بالمعلقة. شايفين كل شوية السمك بدأ يتقل معايا. خلاص كده انا ايه، وصلت للقوام اللي انا عايزاه. شايفين؟ هوريكم القوام اهو. شايفين وانا بعمل بالمعلقة كده بتنقط ازاي؟ هوريهولكوا تاني. زي ما انتوا شايفين كده. شايفين هو اصلا تقيل، وتحسي ان المعلقة كلها ماسك فيها يعني حتى القرفة ما وقعتش من على المعلقة. خلاص ده القوام المطلوب اللي انا عايزاه. هجيب طبق برضو تاني وحطيت فيه معلقة، طبق ساقع في التلاجة. شايفين بقى القوام بقى عامل ازاي؟ شفتوا الجيلي؟ بقى جيلاتيني كده، ومش تقيل ولا خفيف، مظبوط زي بالظبط اللي بنشتريها جاهزة من المحلات. كده خلاص المربى بتاعتي نجحت معايا. شايفين الجمال؟ ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ لازم تجربوا المربى، ولو عجبتكم ما تنسونيش باللايك والشير. ابعتوها لكل حبايبكم، ابعتوا لهم الطريقة. شايفين الفاكهة مستوية معايا وفي نفس الوقت محتفظة بشكلها وبكيانها، مش مهرية معايا. هسيبها بقى لما تبرد خالص كده. بعد ما بردت تماما وعندي البرطمان بتاعي نظيف ومغسول ومتعقم، هجيب بقى البرطمان بتاعي وابدأ اعبي المربى بتاعتي. طبعا لو انتي طبعا هو البرطمان، هو انا عامله برطمان واحد، فده يعني ايه هيتاكل على طول. لكن لو انتي عامله كميه بقى وعاوزه تخزنيها، هتحطيها في البرطمان وتحاولي تطلعي كل فراغات الهواء من البرطمان. وبعد كده هتجيبي بلاستيك راب، هتملي البرطمان لغايه اخر، لغايه الفوهه زي ما بيقولوا يعني لغايه اخر حاجه، ما تسيبيش فيه اي فراغات هواء. وبعدين هتجيبي البلاستيك راب وتقومي قافله البرطمان بيه، وتقومي مغطيه بالغطا. بس زي ما انتوا شايفين انا مش عامله كميه كبيره. شايفين قوامها بقى بعد ما بردت اهي؟ جميله جدا جدا جدا. انا بسيب القرفه والقرنفل فيها، بيبقى شكلها حلو وطعمها حلو قوي، ولما بتتخزن فتره بتبقى ريحتها جميله. شايفين شكلها في البرطمان عامل ازاي؟ يلا جربوا المربى، ولو عجبتكم لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.